مفيش حاجه ممكن تعكر جمال كره في السوكه وحلاوه كوبري يجيب صداع ويقف قدام الفم حاجه غير 3 حاجات بس. ماتش بتعليق كابتن احمد شوبير في الاجلي فوتبول بتاع الكابتن علاء عبد العال، منقول من الوحده 21 اتش دي. بعيدا عن الهزار، مفيش حاجه ممكن توقف متعه الكره فعلا غير الاصابات. ولكن النهارده احنا مش جايين نتكلم عن الرباط الصليبي والشد العضلي والاصابات العاديه دي، احنا هنتكلم عن اغرب الاصابات في تاريخ الكوره. فجهز الفولترين بتاعك ويلا بينا نطلع على المستشفى، وانت عنتيره يلا اتكل على الله. في 15 فبراير سنة 2003 مانشستر يونايتد خسر من أرسنال 2-0 في كأس الاتحاد. ممكن واحد حنيوك يقول لي طب ما عادي يا اسطى، ما الكورة مكسب وخسارة، ايه علاقة ده بموضوع الحلقة؟ انت ايه حكايتك؟ ايه حكايتك؟ قول لي ايه حكايتك؟ بص، الحكاية وما فيها ان ديفيد بيكهام كان في اخبار كتير منتشرة انه هيروح ريال مدريد. السير أليكس فيرجسون بقى كان مرقد له ومستني له تكة، والتكة دي كانت هي ماتش الأرسنال. بيكهام في الماتش كان اداؤه عامل زيك كده في حجز الخميس، وكان هيجيب جلطه لفيرجسون. يا لهوي يا لهوي. فبعد الماتش فيرجسون راح له وقعد يزعق له ويهزق فيه، قام بيكهام عوج له بقه كده وراح مقبل عليه. عمنا فيرجسون لقى الواد جاي عليه، حب يثبت له برضه ان هو لسه شباب وشقاوه قديمه ومسيطر، وهوب قام شايط صف كاوتشات في وشه، وده سبب لبيكهام جرح كده صغير فوق عينيه وخلاه يغيب عن الملاعب فتره قصيره. طبعا بيكهام لما ده حصل ما كانش راح يبوس على راسه، ده كان راح يتهجم على فيرجسون. سيبني يابا. بتمد ايدك على ابوك يا حنفي. ونروح لتاني اصابه غريبه، وهو ريو فرنانديز اللي بيعتبر واحد من اساطير مانشستر يونايتد ومنتخب انجلترا، ومعاه دوري ابطال و6 دوري انجليزي، يعني راجل تقيل يعني وليه مركزه. فممكن بعد المقدمه دي تتوقع ان اصابته بسبب انطلاقه عنتريه سببت له شد في السمانه، او كريستيانو دخل عليه جامد في التدريب، او جون تيري كسره بسبب ان هو ما ياخدش مكانه في المنتخب، لكن مفيش ولا حاجه من الحاجات دي حصلت. امال ايه اصابته يا عم احمد؟ الراجل ده اتصاب وهو قاعد على الكنبه. في 2002 فرنانديز كان بيلعب في ليدز يونايتد وكان عنده اصابه، فالنادي قال له تعبان ما تريح، وبالفعل الراجل التزم وريح. بس من كتر حبه في الكوره كان عامل دورة بيس كده على الضيق في البيت، وحالف طلاق 3 ما هو قايم غير لما يكسب. وبسبب القعده الطويله والبهدله في التموضع اوتار ركبته شدت وجات له اصابه في الركبه بعدته فتره عن الملاعب. الحكمه بقى من كل اللي احنا قلناه ده ايه؟ ان من نصيبك هيصيبك، قاعد بقى بتلعب ايا كان. ونستمر مع مانشستر يونايتد اللي حالف يكون بطل حلقتنا النهارده، وهنتكلم عن أليكس ستيفيني اللي كان حارس مانشستر يونايتد سنة 1975 ضد برمنجهام. من المعروف ان الحاجة الوحيدة اللي بتصدعنا طول الماتش بعيدا عن الطبل والمزامير اللي بتبقى مع الجماهير الافريقيه هو صوت حارس المرمى اللي قاعد فرحان بحنجرته قاعد يقول لك ما يشوتش وما يشوتش. امال انت واقف جول ليه؟ امال انت واقف جون بتعمل ايه؟ امال هو مش هيشوت يعني واقف تعمل ايه انت يعني؟ المهم واضح في اليوم ده ان دفاع اليونايتد كان بيقدم ضحك خام، واليكس كان قاعد يزعق لهم ويوجههم انت كده وانت مش عارف ايه وبتاع، واخد الموضوع جد جدا. ولكن من كتر الزعيق ده اليكس يا عيني فكه اتخلع، وبالتالي ما قدرش يكمل الماتش واتنقل للمستشفى فورا. دي ما كانتش حالة كسر الفك الوحيدة الغريبة في كرة القدم، لأن في 2021 رامي كيب لاعب هيرنبن الهولندي، أيوه هيرنبن لاعب هيرنبن الهولندي. إيه النادي ده أصلا يعني؟ كان بيلعب ماتش في الدوري. المهم عمك ده واحد فقعه واحدة كده في فكه، عدت على خير الحمد لله وكمل الماتش تمام. بعدها بكام يوم كده عمك رامي كان جعان شوية وعايز ياكل حاجة خفيفة في البيت، فلقى جزرة. الجزرة دي كانت ناشفة شوية، ارميها شوفوا جزرة تاني. لا عمك رامي كان ديني شوية، جاب فجأة قطمة من الجزرة. اما فقع على القطمة دي هو فكر ان الترقعة دي ترقعة الجزرة، طلعت ترقعة فكه، وبسبب الغباء والدناوة دي غاب كذا اسبوع عن الملاعب. ديني يلا رامي يعني. ونيجي بقى لأغرب إصابة معانا. في 2006 كيفن كالي مهاجم ساندرلاند ربنا رزقه بالذرية الصالحة. تقول لي ايه علاقته بالموضوع ده؟ استنى جايلك استنى. عمك كالي في يوم مراته ما كانتش في البيت وحب بقى يعمل الزوج الصالح والاب الحنون والنجم الفنان وكل الكلام ده والتوت فرود زي ما انت عايز تقول قول. العالم ده
جاب الرضعه وحضر الرضعه للنونه وادى النونه الرضعه. النونه اتزحلقت منه الازازه، نزلت على فخده شوته فعليا يعني، وغاب بسبب الموضوع ده كذا اسبوع. مش عارف والله اضحك ولا اتعاطف معاه. في النهايه اكتر حاجه ممكن فعلا تحميك من الاصابات الغريبه واللي مش غريبه، اتفرج على الفيديوهات بتاعتي، اتفرج بس على الفيديوهات بتاعتي، مش هيحصل لك لا اصابات غريبه ولا غير غريبه. والمهم ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه، ما تنساش بقى تروق علينا كده بالشير والقصه دي. سلام.